جانب. هذا من الناحية الإنسانية ومن ناحية العلم الذي كان يتمتع به، والناحية الثانية الأخرى التي هي كانت سبب استهدافه هو أن هذا الرجل كان له مشروع لبناء دولة وإنسان. كانت بناء دولته بدأها أو كانت بدايته حتى قبل أن يكون رئيسا، فكانت بدايته ببداية التعاونيات التي كانت تعتبر أساس لا مركزية في السلطة فيها، ومشاركة الأهالي في بناء احتياجاتهم واختيار المشاريع التي تناسبهم. وكانت التعاونيات تهتم بجوانب بناء الأرض وجوانب بناء الإنسان أيضا، التنمية بكل شمولها، التنمية بشمولها. نعم. فكانت من أساسياتها المياه والإنارة وشق الطرقات. وفي جانب الإنسان كانت التعليم والصحة والاهتمام بالطفولة والاهتمام بالنساء، فكانت جمعية النساء اليمنية، والاهتمام بالشباب فكان هناك النوادي، والاهتمام بإيجاد المصانع والعمالة للعمل، وكان الاهتمام بالمزارعين في البنك الزراعي، وكان هناك خطط مستقبلية كبيرة قادمة لليمن حضرت من خلال خطة خمسية لمدة 5 سنوات. كان الرجل هذا بيحلم أن يبني يرفع دولة بلده إلى صفاف الدول نعم. الكبرى، بالإضافة إلى تطلعاته الوحدوية والقومية التي ترفع من مستوى العالم العربي ككل، مما أزعج المجتمع الدولي والمجتمع الإقليمي. الاستعماري. نعم نعم. يعني الرجل كان له دولة، كان له إسهامات حقيقية في بناء الإنسان وبناء الأرض وبناء الحياة في اليمن. توجهاتها الوحدوية هذه سبب أيضا لاستهدافه. هل هناك سبب آخر حتى ننتقل للخالة صفية لأنها نتكلم؟ كانت هذه هي الأسباب التي أوغرت سطور المجتمع الدولي، الدول التي لها مصالح والدول الإقليمية التي لا تريد لليمن أن يكون لها قائمة. فطبعا بدأت المؤامرات بشكل كبير وتم التنفيذ بأيادي داخلية. هذا الذي احنا بنرويها وبنتكلم عليها وكأنها هي الأصل والأساس، ولكن الأصل والأساس فروعها كبير جدا. نعم. تفضلوا. خالة صفية، اشتيك تشاركي معنا في الحديث آخر لحظة اشتي مع الرئيس الشهيد. وآخر لحظة وكان دخل من عندي من 3 قبلها بيوما. هو دخل يوم السبت، كان عندي جلست يمكن 4 أيام 5 أيام. الخميس والجمعة بس. ما كان خرج جاء يوم الخميس وقال لنا كان قدوة في 3 لما جيت وانتو كان قدوة هناك. وبعدها أنا دخلت يوم ما يموت، يوم ما يقتل، يوم الثلاث. أيوة. ما نشتري ما دخلت أسوي. هو للأسف هو صار بالسيارة الذي كانت معي، يعني السيارة التي كانت معي الذي خلت لا مصيره. لا إله. فلما وصلت للبيت لعندهم، هو كان قد وصل، قد طلب يتوله بطاط يعني غداء بطاط وزحاوق من حكى الغداء الذي كان يأكل، ما كان يأكل مع العسكر، مثل ما يأكل. أيوة، أكل العسكر أكل نفسه العسكر يأكل ما معهم، أكلوا خارج الإدم أكلوا. والصرف الذي بيصرفوه يأكل معهم. والتلفونات تشتغل ما بالله يجي غداء، بيقول ما بش سيارة، ما بش من يوصلني، ما بش ما. قالوا له ما نشتري من الذي قالوا قداجي عبد الرزاق دامش التم عادل. هو نزل وجاء لعندي قال انت انا؟ قلت ايه؟ قال الحين دخلتي؟ قلت الحين قبل شويه. مسكته حبيته حجفته، قال انا شجره غدا عند الغشني وارجع، وعبد الرازق ده مش هيوصلني بسيارتش. خرج وانا بنبسر من الطاقه، حسيت ان ما عاد ارجع. يعني كان في شعور داخلي، شعور نفسي انه هناك شيء ما سيحدث من داخلها كذا. حسيت من داخل اني هذيك اخر بره ابصري، يعني ما شعرت بالشعور هذا من قبل ابدا. هذا اليوم يعني. وفعلا قال انا شاسيرة غداء وارجع بسرعه، راعي لي لما ارجع. وخلاهم اشتروا لي قاد
الذي بنتي القات قال لي اشتري لاختي قات، وراعيت لا ما صار بقى ما رجعش. قلت خلاص انا عاد انا بسرته سلموا علي وانا شارح لي، لانه كان دائما يخرج يرتاح عندي في ذلك. وفعلا انا خرجت وصلت جلست شوي وصلينا ومدري ما احنا جلسنا ونقدر القيامة قامت. وصل الخبر. ايوه قد بجت سيارة بيدوروا هين قالوا خرجت لا قلنا لهم ما بحثوا عند الغشمي عند. طيب عم محمد نواصل بس الرواية، إنما بعد فاصل قصير. مشاهدينا الكرام نبقى مع فاصل ثم نعود. عدنا مجددا مشاهدينا الكرام، لازلنا في رواية اغتيال الرئيس الشهيد إبراهيم الحمدي، هذا الرجل الذي اغتيل فيه الإنسانية اليمنية والأصالة والشهامة والعلم والأخلاق، اغتيل فيه أحلام وأشواق وطموحات اليمنيين. عم محمد كنت قد وصلت إلى الرئيس راح العزومة، بدأتوا تبحثوا عنه، بدأوا العسكر والمرافقين يبحثوا عن الرئيس بعد أن نشيع أنه خرج من الباب الثاني. نعم. كملوا. إبراهيم راح كما قالت أختي بالسيارة حقها، وصل لباب البيت حق الغشمي اللي هو قدام السفارة السعودية أو قدام بيت هذا رئيس البعث اسمه اللي هو قاسم سلام. قاسم سلام البيت هناك. وصل لباب الباب قال الغشمي بيستقبله، وفي حال وصلته وصل الأستاذ محمد الجنيد مدعو للغداء، فنزل من السيارة وتزاقم وهو محمد الجنيد داخلي، فضرب الغشمي لإبراهيم سلا وقال لمحمد الجنيد قال لي يا أخ محمد هذا عبد العزيز عبد الغني والضيوف جالسين في المكان اللي هنا والرئيس عاد معنا احنا ويا خبر يعني كلام. الجنيد دخل هكذا ومسمه، وابراهيم دخل لا محل قتله. طيب في عندما استجوبت الحرس حق ابراهيم والحرس حق عبد الله كيف وقعت القاري، قالوا احنا بعد ما تغدينا رجعنا ودخلونا كاوش ودولنا قاد كبير من حق ضلع نخزن بلدي. وكنا نبسر اسمه محمد يحيى الآنسي والحاوري، هذا اللي صاحب الحاوري في الجبل، وبيدقوا على اسمه نكف زنك زنك. الظاهر هذيك وقت لا يسمعوا طلقاته وكيف ف يعني اسمه احنا ما شاهدتوا، قالوا احنا ما شاهدنا حد، يعني علي شفناهم في البيت خارجين داخلين. علي عبد الله صالح خارج مرتين او ثلاث، علي عبد الله صالح والآنسي والحاوري اللي بسرناهم، ولا اللي بسرناه يوم دخل ابراهيم الجنيد، هذا اللي احنا شفناه في المسمى. نعم. هذا يعني وقت دخولهم وقتلتهم، بعد قتلهم هم نقلوهم لبيت ثاني في الصافية، ونقلوا البنات اللي صاروا يدوهن من نساء. قبل قصة البنات الفرنسيات، هل يعني ما هي الرواية اللي وصلتكم عن عملية القتل نفسها؟ كيف تمت؟ بمن بدأوا بالمقدمة؟ أنا كنت أشتي هذا ودي هذاك، يعني من الرواية اللي انتهى أحمد فرج. طيب تفضلوا. هذا القاضي حسين السياغي الله يرحمه قال لي بنفسه، و بدر خيران اللي كان رئيس النجدة قال لي بالقصة نفسها، لأنه عاد بدر خيران موجود، ما القاضي حسين قد توفى، هو كان رئيس الاستئناف أو كان وزير العدل، هذا كذا ما علمت ذاك. قالوا إنه ادوهم على أساس إنهم يجوا يفعلوا تحقيق في القضية وبعدها يطلعوا بيان، يعني بيان سيء من أجل اسمه. فلما وصل القاضي حسين السياغي طبعا نظرة فاحص ومحقق وعالم، وصل لها هناك، دخل البيت فتش بسر البنات مقتولات والاثنين ابراهيم وعبد الله مقتولين، وبسر معابر في البيت وذا،
قال خلاص احنا قد يعني قد حققنا في القضية، قد شفنا يعني القتلى موجودين والمعابر موجودة، لكن ما بش أثر، لأنهم هؤلاء الأشخاص قتلوها أنا. أين الدم؟ أين الدم؟ أين الرصاصات اللي انطلقت لعرض الشارع من هؤلاء الرصاصات هؤلاء كلها؟ لازم يكون في عرض الجلد، أين الآثار؟ في عرض الباب، في عرض الباب. ما بش هؤلاء مندوقات نذق وهؤلاء مندوقات. إذن هؤلاء منقولين نقل. هم بعد هذا الكلام سكتوا وقفلوا على القضية، وراحوا يعملوا يعني بيان آخر في مجلس الوزراء. وعبد العزيز عبد الغني وكان رئيس الوزراء في تلك الفترة. كانوا بيضغطوا عليهم يفعلوا بيان سيء. جاء الأستاذ النعمة دخل قال لهم استحوا على أنفسكم، أنا يصدقكم بهذا الكلام حقكم. فعلوا البيان الذي أتلي على الناس بمعرفة الأستاذ النعمة. هل تذكر نص البيان هذا أو فحوى؟ ما أذكر، لكن موجود. أيوة. هذا اللي احنا عرفناه يعني في أول الأمر. وأنا في القاهرة طبعا أنا كنت في شقتي، ما بنسيرش السفارة ولا عاد لي علاقة بالسفارة ولا بنسيرها عادة حتى. نعم. لكن كانوا يجوا ينقلوا لنا الأخبار الذي في السفارة. قالوا إنه جاء يعني أحمد فرج، هذا جاء للسفارة. أظن قدوا في أيام علي عبد الله الصالح، ما عادوا في أيام الغشمي. نعم. وبعدها بيروي لهم أن الغشمي في يوم من الأيام وهو في المقيل يعني انفتح على الحكاية حق قضية مسلم. وقال إنه لما وصل إبراهيم ودخلوا له المكان الذي يقتل فيه، عرف قال اكتلب شكل الساعة الليمة، يعني إنه انسحب الدم منه وإنه مثله. وبدأ يحاجي الغشمي، يقول لي يا غشمي أنا فعلت، أنا تركت، أنا بعدها يعني أتفعلوا أتقتلوني، يعني أتدخلوا لكم في متاهة، أنا ما أناش متمسك بالحكم، طائرة ذا الحين واخرج للخارج وانتم. هذا الكلام بعد ما قتلوا المقدم عبد الله ولا قبل؟ عبد الله هو قتل قبل إبراهيم. أيوة. ما قتل. هو قالوا أنه أخرجوا وفتحوا الحمام وإذا بعبد الله يتلبط في دمه، فقال لهم ليش الدم؟ أنا يعني في رواية بهذا الشكل. لماذا الدم؟ أنا سأرحل الآن، ليس هناك داعي لأن نسفك دماء بعضنا البعض. هل هذه الرواية صحيحة؟ هذا قلت لك احنا ما عندنا إلا ما سمعنا من الآخرين. احنا سمعنا هذا الكلام نقول لنا أعضاء السفارة عن أحمد فرج، وأحمد فرج في الأخير هو قتل علي عبد الله الصالح بالطائرة مع محمد إسماعيل ومع هذا في الحادث الغامض هذا. فقال إنه الغشمي بيقول إنه قد كان وافق إنه ينقلوا إبراهيم في طائرة ويعملوا انقلاء وإبراهيم يخرج. قد كان وافق. وعلي عبد الله الصالح قال لا تشي تخرجه ولا لا يقلب علينا اليمن لو سار ما سار، وبدأ يطلق الرصاص على إبراهيم. يعني هذا اللي رواها لنا. هذه رواية آحاد ولا تواترت الرواية؟ بعدها هو أكدها لي يحل متوكل، قد جاء عندي القاهرة عدة مرات للبيت، أكدها لي، وآخرين أكدوا لي هذا الموضوع بهذا الشكل، يعني إنها كلها روايات عن الغشمي. نعم. عن الغشمي. مع علي عبد الله الصالح ما فتحش سيرة أي سيرة. أنا لم أسمع يتكلم عن الغشمي إلا مؤخرا في الحفل الذي أقيم قبل شهر تقريبا بمناسبة 30 لتأسيس المؤتمر. ذكر الحمدي والغشمي، لأول مرة أنا سمعته يتكلم عن رئيس الحمدي، لكن طول فترته لم يكن هناك ذكر على الإطلاق للرئيس الحمدي، وكأنه لم يكن رئيسا لليمن على الإطلاق.